جعفر الضبيعي، ومنهم الضبيعي جعفر بن سليمان صحب العباد ونقل عنهم وعن الزهاد، صحب مالك بن دينار وثابتا البناني وأبا عمران الجوني وأبا التياح وفرقدا السبخي. حدثنا جعفر بن سليمان قال: اختلفت إلى مالك بن دينار 10 سنين وإلى ثابت البناني 10 سنين، وصليت مع مالك بن دينار العتمة 10 سنين، وكان يقرأ في كل ليلة في المغرب إذا زلزلت والعاديات. وحدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: اتقوا السحارة مرتين فإنها تسحر قلوب العلماء، يعني الدنيا. وسمعت مالك بن دينار يقول: إن لله عقوبات في القلوب والأبدان، ضنك في المعيشة ووهن في العبادة، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وسمعت مالك بن دينار يقول: إن القلب إذا لم يحزن خرب، كما أن البيت إذا لم يسكن خرب. قال: وسمعته يقول: لو أن قلبي يصلح على كناسة لذهبت حتى جلست عليها. وسمعت مالك بن دينار يقول: من فرح بمدح الباطل فقد استمكن الشيطان من دخول في قلبه. بمعنى إذا مدحت وأنت تعلم أن هذا المدح ليس في محله، وأن ما مدحت به لا تعمل به، وإنما مدح باطل كاذب، ورضيت بذلك، فاعلم أن الشيطان تمكن ودخل في قلبك. وسمعت مالك بن دينار يقول: قرأت في بعض الكتب: يجاء براعي السوء يوم القيامة فيقال له: يا راعي السوء، شربت اللبن وأكلت اللحم ولم تؤوي الضالة ولم تجبر الكثير ولم ترعى حق رعايتها، اليوم أنتقم لهم منك. ذكر الصالحون فتف لي ثم تف، خرج مخرج الزهد، وأنه لا يرى نفسه أنه من الصالحين.